هو ايه المشكله في اني دايما قاعد؟ وايه المانع في ان ازيد في الوزن فبالتالي يزيد وجع المفاصل فاكون ابطأ، او حتى ان اوصل لسن كل يوم بكون فيه اضعف، كل يوم قدام مرايه باصص لشخص اجوف. في بداية رحلتنا عايزك تبقى فاهم ان الجيم والرياضة بشكل عام بيكونوا هويتك، ومتفاهم ان معظم الناس بتتعامل معاهم على انهم مشاوير تقيلة او تاسكات المفروض ان هم يخلصوها، بس لازم تفهم ان كل انسان ربنا خلق جسمه عشان الحركة، علشان يقوم مش يقعد، عشان يجري ويشيل ويحط، مش عشان يعيش على مكتب اكتر من 8 ساعات بدون حركة وبدون صلة حتى تربطه باللي خلقه. ولازم تفهم ان انجح استثمار طويل الامد بعائد 1000% هو الجيم والرياضة، وده بناء على تقرير 12 سنة 2024 في كلية الطب في جامعة هارفارد، ان الانسان بعد ال30 بيفقد من 3 ل 5% من كتلته العضليه كل 10 سنين، وفقدك هنا هو الذهاب بالعوده. ولان دي مرحله الهدم فانت المفروض تعمل عكس العمليه اللي بتحصل، بانك تنزل الجيم وترفع اوزان فتكون في بيئه بناءه تعكس الهدم الناتج عن تقدمك في السن، بجانب ان رفعك للاوزان بيزيد من سمك العظم نفسه فبتكون في وقايه من الهشاشه اصلا، وبالتبعيه صحتك النفسيه بتكون اقوى واكفأ، لان بوجودك في مجتمع مهتم بالصحه زيك بيساعد المخ على افراز الدوبامين فبتحس بالسعاده وبالانجاز، وطبعا بيقلل نسبه تعرضك للحزن والاكتئاب. والجيم يا صديقي بيساعدك تكون منضبط، لان طول فترتك فيه انت بتضطر تتابع اكلك ونومك وتمرينك وصحتك، واول ما تشوف نتيجه حقيقيه انت طبعا هتخاف، هتخاف ترجع زي زمان. هيجي عليك التعب وهتنزل، وهيجي عليك الضغط وهتنزل، وهيعلمك اهم كلمه وهي انك تقول لا. لا لو حد حاول يبوظ لك الدايت، لا لخروجه كانت ممكن تبوظ نومك، وفعلا هيخليك تذاكر وتشتغل في الوقت اللي انت فيه فاقد للشغف. واهم نقطه في الموضوع كله قول النبي: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. فبصراحه مش عارف انت مستني ايه. عرفت انت مستني الحلقه الجايه عشان تعرف ازاي تبدا في الجيم صح.